الفنان الجميل احمد نبيل، بنرحب بحضرتك النهارده. اهلا بيكي واهلا باللي شايفيني دلوقتي. عايزه النهارده تقول لي شعورك النهارده ايه بالتكريم وجاي بعد غياب فتره؟ والله انا مش غايب، انا موجود والحمد لله عايش. بس يعني انا ابتعدت عن الوسط الفني واعتزلت الفن نهائيا. الفن سبب كتير قوي. امثل مع مين اللي هيخرج لي؟ مين اللي كاتب القصة؟ دلوقتي الفن فلوس، اللي معاه فلوس بيفن، اللي وكل اللي بيمثلوا بيدوروا على الفلوس فقط. إنما إحنا كنا بندور على الفن. إحنا كنا بنقول لبعضنا كممثلين ومثقفين، وكلنا كنا خارجين جامعة، كنا بنقول إحنا عايزين نعمل فن علشان بعد 100 سنة الناس تتفرج علينا، عشان يسقفوا لنا بعد 100 سنة. والحمد لله حاجاتنا بتتذاع وبتتعرض مليون مرة. وللأسف الحاجات اللي بتتعمل يعني مش دي مصر، دي مش ستات مصر، دولت مش بنات مصر يا ناس. في تشويه كبير قوي قوي. يقولوا ده الواقع. واقع ايه؟ واقع ايه؟ ما يروحوا يشوفوا بره الواقع بتاع بره شكله ايه. والواحد بيسافر بره بيشوف شيء رهيب ما بيطلعوش في السينما. طب احنا نطلع ليه؟ انا برمي الزباله في الشارع مثلا، او برميها في صفيحه زباله، اصورها ليه؟ مصر كلها قتل وكلها ذبح وكلها سيوف وكلها مسدسات ورشاشات ومدافع. ايه ده؟ احنا عايزين مصر الجميله، مصر تعود بالفلاح الجميل اللي بيصحى الصبح ويروح الحقل بتاعه ومراته تروح له وولاده. احنا عايزين نشوف مصر الست الشريفه، امي واختي وولادي ومراتي اللي بيخافوا علينا وبيخافوا على اولادهم وقاعدين في بيوتهم، واذا بيشتغلوا بشرف. نفسي نقدم ده، نفسي نقدم الانسان المصري اللي هيبني مصر الجديده ان شاء الله بإرادتنا وبإرادة الشعب المصري. وأنا سعيد جدا جدا جدا. فن البانتومايم حضرتك الرائد بتاعه في مصر طبعا، بس اختفى، ما عدناش شايفين له، مش ما فيش ليه وجود. هو يعني ربما أنا استغفر الله العظيم من كلمة أنا، يعني اللي دارس بره درست هذا الفن وجيت قدمته في مصر. إنما فن البانتومايم فن مصري أصيل، فن الفراعنة قدموه وعملوه والعالم كله خده. هو يعني لازم دراسة وفن صعب. أي حد بيعمله ما بيكسبش منه. إنما لما بيقولوا الهلس اللي بيتعمل ده فبياخدوا فلوس. فهم يعني للأسف الجيل برضو اللي طالع ما بيدورش على القيمة، إنما بيدور على الكم. أيوه. ازاي بين البانتومايم والكوميديا في وقت واحد؟ فن البانتومايم هو قاعدة الفن، القاعدة اللي بينطلق منها أي فنان، المخرج والممثل والراقص والكاتب والمخرج والمصور. يعني بره أي معهد بعد ما بيخلصوا إذا ما بياخدوش مثلا كورس بانتومايم، في الآخر لازم ياخد كورس بانتومايم يتعلم الإحساس، إزاي الكلمة بتطلع بالبانتومايم، ازاي الكلمه بتطلع، ازاي يعبر عن اي كلمه يقولها. انا بشوف وجوه اذا شلتي الصوت ما تعرفيش هم بيقولوا ايه، ما فيش، كله بيسمع، حافظ وبيسمع، بيقول من عنده، انما بيقول ايه ما تفهميش. كده انا مفيش اي حد عجب حضرتك او لفت انتباهك؟ والله يعني هم كلهم كويسين. مش عايز تزعل حد. هم كلهم كويسين واتمنى يبقوا كويسين يا رب. بس تتمنى ايه لمصر؟ ترجع زي ما كانت. الانسان المصري يرجع يقول انا المصري، انا المصري، انا زعيم مصر، انا زعيم العالم، احنا زعماء العالم، احنا احسن بلد في العالم. انا لما بعمل البانتومايم بره الناس بتسقف لي، بيقول لي انت مصري؟ ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ امال يعني ايه اللي بنشوفه في التلفزيونات ده؟ مصر جميله. شايف البانتومايم خد حقه بره اكتر من هنا؟ شايف كنت كرمت بره اكتر من هنا؟ طبعا هناك يعني لانهم مهتمين بالفنون. فين الباليه هنا؟ مفيش باليه. الباليه الفن الجميل مفيش حد، مفيش.
فاحنا عندنا ما هو ما فيش ليه، لان اللي ماسكين ده منتج ولا بيدور على الفلوس، كله بيدور على الفلوس. احنا ما كناش بندور على الفلوس، ويا ريت ما ندورش على الفلوس. الفلوس اللي هي هتجيلنا، والله هتجيلنا، بس بالراحه وبفن وبادب وباخلاق وبثقافه. مصر هترجع جميله، ومصر جميله والله، والله مصر جميله. شكرا جزيلا. وده ايوه انا عايزه ده. انا عايزه لو سمحت العرض ده، لو سمحت طلع لي ورده، طلع لي ورده.